بآزخ من نوخن خزيانة مخبة من أرخى أتآها خلقتا أو تقيلة رابي رائد متوكا مرشد اجتماعي هلبت إنيلة بشماين الرابي رائد من بنيثة بغداد خبيوتا درايخ ليخ شلامة قدمت خبرختا وصبر خطا ورابي رائد قدمت برختا رابي جاب أويتو بسيمة آتي بسيمة رابي بشينا بيخو قدمت خبرختا خرزان بسيمة وتوجد دقت في الحالة في هذا المجال أو رابي بسيمة رابة هل بده هدرتغ منن وبشكلخ مرخلخ موذ عنوثة رابة خلال انت بخيل تعالى بآزخ خد شرارة خزيانة مخبة وبديرخ عموخن من مرانوثا إلى خدو بارع الدواوايا كي قايم برصوبة درق الخا برصوبة خينا دلام تخبتت شنة كتخاوش زعوري وقوري ونيشا منة إلى ممريتة برصوبة خرينا ماسخ يثعخ آهدو بارا إلى من مرانوثا بعدانت تنيتي كدلا ماسخ أمرخ آهدو بارا لا إلى من مرانوثا القاهي قدميتا بالخد من مرانوثا اتلربا بصلي أو شكله من دي قدمايا إلى سكاليتا أخ مبلختت خبراني لخ شيخة وممرياني أو قشمانيتا أخ مخيتا وممريتا والكترونيتا أخ كتوتد مندي لخشي خرابة قاهي وبرستا صرياثا الخبر صوبة بنيشد مسقثتي وسبابد من امرانوثا إلى رابع وش أنقاية إلى لا ريشتا ولاد ريتت بالا قوبيتوتا أو يصوري لا طاوي عن بابا ويما أو ريشتا باصوروثا يا تيتا ونيشا منا إلى مغزيتا من قانا وبعداند لا دريت تبالد ناشي علي مجارب برصوبة مثل مرانا قرشت تبالا القاني ومن مرانوثا اتلا خكمي وعبد نواثا لا طاوي البرصوبة أغزيتا تسقثتا ومريتا نوشانيتا وقشمانيتا وهر هادخ لا ماصي برصوبة بايج منمري علي العودت خوروثا ويصوري طاوي ببش درن خزيانة مخبة باثر مدغزيلا آها تشرارة بوت من مرانوثا وهلبت أني قاوثة برقتا من نديذا وأني قاوثة مرخلقة توعية ناشقة فرقي من نديذا ومهيريقة قد نخيني قد لا أوذي لآها شولة خاصة مريم من رابي رائت هدية بتمزمخ بوش زودة بوت باصولياثا تقوى ملوءة رابي درن منه خاقة خيتا شما يتلن ظاهرة التنمر هاي الفترة الأخيرة حصل لي هذا التنامي يعني هذا ازدياد أيضا ما صد مذت لهم بوش زودة مو دي لأول سلوك مو دي لتنمر أو مو دي لشخلاب السلوك عدواني وتعريف دي إذا ما صد مذيت لنا رابي رائد يعني أخي كان تعريف دقيق أو أفعال يعني أفعال سلبية معتمدة من جانب يعني من جانب شخص آخر ومن يعني هاي رايتها الحاق الاذى قد هذه هذا اذى ضصوره لا ترتع انه توقيدي ناشا او بيج يعني طول الوقت كاو يعني شاق الاذى شكل سلبي تمرقنا بانه بستخدم كلمات مثل تهديد توبيخ شك احتفالك حصلي بالجسد همين يعني هاي في نقشات المشاغله مثلا نقاشه ادفاع هاي شكل من اشكال التفكير وايضا همين ان كان بالوجه يعني رابي رائد ينيد بشماي هاي قينا واكيد انا يعني بستخدم قصدي حتى بستخدم يعني قابيل اكيد هاي مرتين رابي رائد شمايت لي قال لي صبيله
بلي رابي رائد ديناتي متخرخ بوت مختمرياتي يولغ جوابا إثوالي بقارة قم مني قم امرخلا قم سبقيت لي قم يوت لي جوابا مودي لأن امرخلا أنواع من امرانوثة يعني التنمر يعني بلكي تغزايت لإيثن امرخلا بهمزمتها بحكيثها وإيثن تنمر امرخلا بايش بت نقاشة ين بت امرخلا بت مخيث البغرة ين هتخمندي ين آتي إثم ديانة خير ماس متخرتلن يعني بالنهاية من سلوك عدواني إيب حالة من اللاتوازن وأهو أيضا استخدام الطاقة كمرخلة الطاقة الغير متوازنة يعني لازم قوة غير متوازنة بين شخصين. الشخص الأقوى يستغل قوته من أجل أن يتنمر على الأضعف بنظري طبعا هاي في نظر الأقوى يعني هذا ممكن هاو تنمر إثارة خاصة حصل آي بين الأصدقاء أيضا المزاح الثقيل أيضا متكرر الثقيل المتكرر رابي مودي فخلته رابي مودي لما عبدانوث ين أثر الدية الكنوشيا كله ين النوشة أو شخص دية بياشة ضحية دو التنمر أي من حالة من ناحية الشخص المتنمر عليه في حالات من الابتعاد الاجتماعي الانزواء يعني كفايه عايش كانه فشل خوذه هذا حيث الاطفال اكثر شيء بالذات مثلا قدامي عائله دا اسره جديده حتى تلم من المدرسه انا لك اسالي مدرسه انا لك قارن هي او ليله معاط حديث الداخل جديده لانه يعني ايت حالات التنمر ولهذا كامل انا يعني اسقاطات عن بانه لك اجب لمواجهه مجتمع لك اجب لتايت لاصدقاء انه اصدقاء يدخل في قبضه انهم متنمرين عناء مستخدم اسلوب عيوره يعني اسلوب الاهانه اللفظيه الاسلوب حتى يعني هذه الدرجه الاولى الاسلوب الاهانه اللفظيه الخازيه من جانب قاوع مثلا وطبعا احنا كبرناش اختلافات معينه ممكن اي كثير سبب جدا حضرتك الاساسي اهل درجه الاسره اهل منطلق التعليم والتربيه صراحه اخلي مجتمعاتنا الشرقيه اكثر من دي هذا بانه كيف الاطفال او تقدر مقيم يعني بروايه هذا كيف كيوخلي بعد عن الاحتياجات الاساسيه لكن ناشخ الامر وهي والاهم الموضوع كمرقه التربيه والتعليم التربيه بالدرجه الاولى انا دخه وند هذا شخص له متنمر بسبب في يعني اذى لشخص عندي اضعف مني جسديا او اضعف مني خلال التعبير اللغوي. رابي رائد دخينا شماصه يذ يعني قطوسه اني لمرواثه ين بيثوثه بابا ويمه تاها مرخله ضحيه ين مرخله ملبانه جو مدرشته دخي ماصي يطي انه من دي إلى تنمر يعني امري مثلا ايثن او ناشو ولا بيشو اذا تنمر الا دي ذا يعني او يالا ين او طفل ين او شوره بالدرجه الاولى مدرسه اخي تتعلق يعني هذا الجانب ينشق الى شقين جانب العائلي والجانب المدرسي. الجانب المدرسي بس الطفل من انتقل من بيته الى مدرسه اي بيش اخر مسؤوليه معلم مسؤوليه الكادر التعليمي مسؤوليه الكادر التعليمي اخر الى المتابعه والتقييم هذه النظره الاطفال الشامله وتقييم التقييم الادائي يعني اداء الجسماني الاداء الفكري الاداء الاجتماعي العلاقات الاجتماعيه الاطفال
ما بيناتهم صراحه. فهاي الامور جدا في المدرسه العاتق يقع على الكادر التعليمي. ايش المهم؟ احنا هاي الامور نشوفها تصير اثناء الفرصه يتعرض الاضعف الى التنمر من قبل زملائه ويا بالصف. اكيد. رابط على المتنمر عليه هي كثيره، من ضمنها مثل ما قلت بالنسبة للخورواثة رابي، يعني دائرة إلى موجودة خضروانة أي ضحية مودي لدور الدياه مودي قرر الدياه بدوام لوقا. يعني كمعلمين؟ لا خورواثة أصدقاء الضحية مودي لدور الدياه. دور الأصدقاء بالدرجة الأولى لأنه أنهي التشجيع، إعطاء الثقة الأزيد، لانه اخني خروات يعني تناي كثير اذا مرت هي الطفله اذا تناي بانه تبلغ ايد تمنيت لك فتلان. مهم جدا الشخص المتنمر يتعلم ثقافه الاعتذار هي ممكن في حاله بتعرفون بالمدرسة شيء اسمه الغيرة. طفل يغار من طفل آخر، ممكن هذا الطفل جاب درجات عالية بس هو جسمانيا مو قوي. اللي أقوى جسمانيا هو المتنمر لكن درجاته ضعيفة جدا، فتشوفوه يستخدم هذا الأسلوب، ممكن يكون ضرب أو شتم أو غلط أو تعابير غير، يعني ممكن يشوفها مثلا شعرك مو حلو، عيونك مو حلوه، مو حلو. هاي من هذه المظاهر اللي ينطلق يعني اكيد ما راح نعم. بخلت رابي رائد دخي ماسخ او دخ معالجه لداها مندي مودي لان طرق ما صينا شاوذ معالجه قخدانا تهاوي المتنمر عليه امرخلا تهاوي مريه من داها شوله. يعني احنا بالدرجه الاخني الضحيه اهو يعني التركيز جدا تداوق اكثر بالدرجه الاولى العائله كم نخله المثلث المدرسه هذه القاعده اللي تتكون من عندها المدرسه العائله الكادر التعليمي والطفل التلميذ. فمهم جدا ربط بين هذا الثلاثي. يعني بالدرجه الاولى العائله هي التربيه، العائله هي اللي شخصيه الطفل، لانه احنا بعمر 5 سنوات يلا يبدي يطلع الطفل من الاطار العائلي، بعدين نشوف الطفل بس اذا كانت التربيه اسريه صحيحه ومتينه اكيد راح تكون بناء الطفل بناء قوي. ليش؟ من يطلع للمدرسه او يروح رياض الاطفال راح يقدر يواجه المجتمع، يقدر يواجه اللي هو مختلفين عنه، ان كانوا بدنيا، ان كانوا حتى سايكولوجيا، من الناحيه النفسيه. تعرفون بانه بالعائله عندنا اختلافات كبيره بين اخ واخ، اكو اختلافات سيكولوجيه او ان كانت اجتماعيه. ولهذا كل ما كان بناء الطفل بناء قوي داخل الاسره كان بناء قوي ايضا بالمجتمع، ايضا بالمدرسه. ثانيا يعني النقطه الثانيه اللي هو الكادر التعليمي. الكادر التعليمي هو المهم دوره في المدرسه وبالاخص خاصه اثناء الفرص ما بين الفترات الدراسيه. مهم جدا ايضا دور المرشد النفسي في المدرسه. دور المرشد النفسي هو متابعه الاطفال حتى يشخص بانه هذا الطفل وضعيته شلونه، وضعيته بالاسره شلونه، يكون عنده خلينا نقول بيانات معينه مسجله عنده بان هذا الطفل عنده فروق الفرديه فلان شيء، عنده
دخل يقول بانه عنده فرق الفلاني، عنده اختلاف الفلاني، عنده مثلا وضعيته النفسيه مثلا الخجل، عنده خجل، عنده مثلا ذكاء زايد لكن عنده مثلا تلعثم. هذه امور كلها تاثر مثلا عنده هذا التلعثم في عمليه التعبير او الاجابه. اكيد. رابي فخلت بقارئ إلى بوت أي توعية دخواذ يعني كلها دكان وسوشيال ميديا قنوات تلفزيونية بغزايق توعية الدوا موضوع كميلة أن نقايا بتهيرة بخيلة آلاف بتهيرة إنه شخص لها وريشة القانة أو متنمر ريله بهيرة إنه أول شخص مكليلة والسلوك الدية. يعني أي ظاهرة بالفترة الأخيرة حصل لي بتنازل والسبب الرئيسي أنا ملكي أو السوشيال ميديا هي السبب الرئيسي في زيادة عملية التنمر، ظاهرة التنمر. تنامي صار فيها ظاهرة التنمر من خلال السوشيال ميديا، من خلال الفيديوهات اللي كانت تنشر. صراحة هذه أثرت سلبا على مجتمعاتنا، وحتى فيديوهات صريحة حتى فيها أغلاط لغوية، أغلاط اجتماعية، أغلاط غير أخلاقية. هاي تأثر. ليش؟ لأنه مرات مضحكة، مرات تكون مشوقة، لهذا تشوفها بأن ترتفع بسرعة. هذه احنا إذا نريد نعالج وإذا نريد نوعي بالدرجة الأولى أكون مواقع مثلا معينة بالسوشيال ميديا ممكن نقلل متابعة الطفل من خلال الأسرة. منشورات تكون عندنا كملصقات في المدرسة، على المدرسة مثلا احترام مثلا عبارات تعبر عن الاحترام، عبارات تعبر عن التألف، عبارات تعبر عن التفكير الإبداعي. فهذه الأمور هي تساعدنا عملية القضاء على التنمر. شلون نقدر نعلم الطالب بأنه يكون هو يحترم الآخر، وأيضا ننمي التفكير الإيجابية في القضاء على التنمر. أكيد. رابي مودي لأي استراتيجية ماسكم رخلة ما صناشا بالغ بيا قد تعامل من متنمرين يعني قداني تيقة يبداها شولة دخي ناشا ماسة مطارس له سلوك ديه. يعني صراحة من الناحية السيكولوجية شوف بأنه المتنمرين هم أكثريتهم ينحدرون من بيئة فقيرة، فهذه البيئة القاسية أو الفقيرة تخلينا في وضع سيكولوجي تتسع الهوة بين الفوارق، فهذه الفوارق هي اللي تولد عندنا هذا التنمر أو هذا السلبية أو عدم الرضا عن الآخر. فمهم جدا احنا اليوم ننطلق من هذه البيئات الفقيرة. مهم جدا يكون للمرشد النفسي، للباحث الاجتماعي، للمرشد التربوي مثلا دور في هذه العمليات كلها. ممكن احنا ان نوظف قنواتنا الإعلامية في هذا المجال، أيضا السوشيال ميديا في مجالاتنا أيضا كمجتمعنا العراقي. وثانيا التعامل مع الشخص المتنمر. صراحة مهم جدا بأنه نعرفه بأنه أنت أسلوبك غير صحيح، أنه يعرف، مهم أنه يعرف هو تعامله مع الآخرين، أسلوبه مع الآخرين هو غير صحيح. وثانيا مو قصدي بأنه نخليه يشعر بالندم، لكن أنه هم احنا نكون عندنا هذا الاستدعاء للأسرة مثلا
الاسره مهم تعرف بانه ابنهم هو متنمر. اكيد. الكادر التعليمي ايضا ينطي ايجابيات معينه لهذا المتنمر. انت تستخدم اسلوب غير جميل، انت تستخدم اسلوب متنمر على اصدقائك. هي هاي العمليه نخلي دور العائله تعرف بهذا الشيء، والكادر التعليمي يعرف بهذا الشيء، وايضا يعني صراحه اذا هي راح يبتعدون عنا كل الارض، راح يصير وكانه هو شخص موجود. ليش؟ ما تتكرر هذه العمليه. ممكن يطلقون عليه عبارات مثلا انت انسان، انت انسان، بس كلمات خليني اقولها بالعاميه تحيرنا، تغلط علينا. نشوف بانه هو راح يصير انسان انعزالي. بقارن خرا يا رابي بدوا ملوءة قتلها بخلته قتلها وشخص يعني انه ما طل دي مرحله مودي لرساله ديوخ اقرت الديوخ قد مدري ثقه ديه بقانيها او شخص دي لبيش الا تنمر قد مدر ثقه ديه بقانه. يعني اني اشخاص صراحه بحاجه تعاطف يعني ايمن ضده دخل احتضان، ممكن تيوخن ادوار بالصف مثلا، ادوار مثلا مراقبه، يعني ادوار تايب ادوار تناوب، يعني تايب شعور اهو كمرخل شعور بالذات. اي انه اي دائما المتنمر شعري بانه انا اقل من الاخرين، خاصه الاشياء اللي بالصف، ولهذا يستخدمون اساليب التنمر، ضرب العضلات، شنو، فهاي الامور كلها يعني احنا المهم يكون لها يعني متابعه لهذه معرفه. شلون نعرف؟ من خلال متابعتنا وتقييم. بسيمه رابي رائد، هل بت مرخلها مزمته منه ما حكيتها منه غرابه بس لا وش قالك منه غرابه مود عنواثها بس دانا لتلم بياشا وهاود بسيمه رابا لدي دانا تقل منه عزيزه رابي. اكيد هاود بسيمه رابي رائد متوكم ويلا منن بأرخة سكايب مرشد اجتماعي هاود بسيمه رابا.